السلام عليكم يا طلبة. مرحبا بكم في القناة. فيديو اليوم مخصص لطلبة سنة أولى علوم اقتصادية، جذع مشترك، اللي طلعوا جدد الباك، اللي داروا تخصص ايكونومي. راح نرافقكم في مقياس مدخل الاقتصاد. كل يوم بإذن الله راح ندير لكم محاضرة، راح ندير لكم تلخيص ليها، وراح ندير لكم شرح ليها، وراح ندير لكم أيضا الأسئلة المتوقعة في المحاضرة كما قاعدين تشوفوا. تما في كل محاضرة وش هم الأسئلة المتوقعة أنهم يقدروا يجيبوهم كأساتذة في الامتحانات تاعك. وكبداية ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع المره اللي فاتت اللي درتو لكم كيفيه تنظيم الوقت. انايا ما نشتيش نفرض على كل واحد يدير التوقيت تاعي انايا، لانه كل واحد وظروفه الخاصه هو اللي يحدد التوقيت تاعو، تسمى هو اللي يعرف كيفاه يكون يتكيف والله يكون مهم سلس مع التوقيت، ويعرف كيف ما ينظم وقته هو. ما نديرلكمش توقيت تاعي انايا، لا خطا. نتوما انا نعطيكم كيف ما تنظموا وقتكم، كيف ما تقسموا السوايع، كيفاه وانتو اللي تحدوا كيفاه تكملوا في التنظيم تاع الوقت تاعك. كمحاضرة أولى راح نبدأ بها، اللي هي علم الاقتصاد وعلاقته بالعلوم الأخرى. أغلبية الطلبة نورمالمون داروها حتى كبحوث، كاين البعض دارها كبحوث وكاين البعض ما دارهاش كبحوث. راح نبداو بالعنصر الاول، اللي قبل ما نشوف وش هو علم الاقتصاد لازم صح نعرف وش معناته علم الاقتصاد، ولا وش نقصدو بكلمه علم اقتصاد. انا مشيتش ندير لكم هذيك تاع مستخلصه من الكلمه اليونانيه ومعناته اقتصاد منزلي ومعناته ما باليش وشو، ما شتيتش نديرها لكم هذيك نهائيا. شتيت ندير لكم المهم في المهم، لانه ما كانش استاذ راح يقول لك عرف لي هذاك لغه وعرف لي هذاك اصطلاح. كي يقول لك مثال عرف لي المصطلح راح تذكر له ديريكت اصطلاح. اغلبيه الاساتذه راح تذكر ديريكت الاصطلاح، ولا راح تذكر الاستنتاج اللي من تحت. راح نبداو بلغة، انا بديتها لكم من كلمة العربية. كلمة الاقتصاد مشتقة من كلمة والله الفعل قصد، اللي هو كيما احنا نقولوا. مثال واحد يقول لك اني راح نقتصد. وش معناته راح نقتصد؟ معناتها يكون عنده مثال مصروف راح يقول لك راح نقتصد، معناتها يشري الحوايج اللازم في اللازم والصوارد اللي يبقاولو يخبيهم. بمعنى نقدروا نقولوا عليه اللي هو الاعتدال في السلوك. تمانا راح نتصرف تصرف ما لازم نكون معتدل، ما نكونش نصرف بزاف وما نكونش كيما نقولوا حنايا قديده تاع بخيل خلاه ما يصرفش خلاه. نكونوا بصفه معتدله ولا معتدله في السلوك تاعنا، في التصرف اللي راح نتصرفوه ولا في الشراء مثال تاع اي حاجه نكونوا معتدلين. ما نروحش نبزع صواردي هكاك وما نكونش ثاني حاكم صوارد بزاف. كاين تعريف اخر اللي هو من ناحيه الانفاق، قال لك يقصد عكس الافراط. تسمى واحد الافراط يبذر غير يطيش برك، كيما كنت نقول لكم مبزع برك صوارده. بصح هو هذا الاقتصاد ولا القصد هذايا اللي هو ما بين الاسراف والتقدير. تسمى ما نصرفش بزاف وما نكونش بخيل بزاف، كاين في النص اللي هي كيما كنت نقول لكم انا هنا من الفوق اللي هي الاعتدال في السلوك. اصطلاحا عرفوه عدة رواد اقتصاديين. أنا شتيت نهزلكم الرائد اللي التعريف تاعو بسيط وتقدروا تحفظوه، وهي مش شرط أنه تقولوا له عرف كذا وعرف كذا وعرف كذا. تسمى كم تقولوا كش ما مدولكم سؤال عرف علم الاقتصاد تمدولوا هذا التعريف ولا تمدولوا هذا التعريف ولا تمدولوا هذا التعريف. أنا درت لكم عدة تعريف وانتم نشوفوا وينها الأسهل ما بيناتهم. هذا الرواد، أحد الرواد تاع الاقتصاديين اللي هو ميلتون فريدمان، وراح تسمعوه بزاف منه جاي. اللي قال لك هنايا هو ذلك العلم الذي يبحث في الطرق التي تمكن المجتمع من حل مشاكله الاقتصادية. بمعنى الاقتصاد كيما كنت نقولكم اللي هو نقتصدو ما نصرفوش بزاف وما نكونوش بخلاء بزاف. هنايا العلم هذايا هو يدير لنا كيما نتمكنوا ولا نكونوا بطريقة نحلوا فيها المشاكل تاعنا
حنايا الاقتصاديه. المشاكل الاقتصاديه تاعنا حنا اللي عندنا، اللي هي عندنا التضخم، عندنا البطاله، عندنا الركود، عندنا الفقر، عندنا عده مشاكل اقتصاديه. نحاولوا، هذا علم الاقتصاد جا باه يحاول يعالج لنا المشاكل هذه، باه ما نصرفوش بزاف وباه ما نكونوش بخلاء بزاف. تماني قاعده نقول لكم بالمعنى هذه باه تفهموا عليا، لانه كنت نشرح لكم بطريقه اقتصاديه قدر ما تفهموش عليا. هنايا كاستنتاج للتعريف نقدر نعرفوه، هو قال لك نستنتج أن علم الاقتصاد هو كيفية حصول الأفراد على السلع والخدمات التي تشبع حاجاتهم انطلاقا من استغلال الموارد استغلالا أمثل. بمعنى أنه الاقتصاد هذا ولا علم الاقتصاد هو وش هو الطريقة ولا الكيفية أنه الأفراد يحصلوا ولا يتحصلوا على سلع ولا خدمات. سلع تكون حاجة ملموسة والخدمات تكون حاجة غير ملموسة، باه تشبع عنا الحاجات الأفراد، باه الفرد هذاك يكون مشبع من ناحية الحاجات. كما احنا نقولوا مثال، واحد كي يكون جيعان كي ياكل يقول أني شبعت، هكاك نفس الشيء. معناته أنه تشبع الحاجات تاعك، أنه تكون ما بقيتش تزي كي تفات منك سيبون تشبع من الحاجات، سيبون ما بقيتش تقدر تحتاج حاجة أخرى. هنايا هذه الإشباع هذه الحاجات منين تكون؟ راح تكون كي نستغلوا الموارد استغلال أمثل. الموارد حنايا عنا في موارد، كاين موارد اقتصادية، موارد طبيعية، عنا عدة موارد. نذكر مثال حنا الموارد الاقتصادية ولا موارد طبيعية، ولا أنه نستغلوهم استغلال أمثل. وش معناته الاستغلال الأمثل هذا؟ ديما نهضروها الهضرة ذي. الاستغلال الأمثل أنه الحاجة ذي كنستغلوها استغلال صحيح، ما نروحوش نبذروا فيها ولا ما نروحوش نفسدوا فيها، لأنه ذاك الفساد من بعد وذاك التبذير من بعد أو يعود علينا بتكلفة في المؤسسة، رانا راح نوليو نخلصوا عليه سوارد. وحنايا علم الاقتصاد وشي هو؟ رانا قاعدين نقتصدوا في سوارد. وشي هو كي قاعدين نقتصدوا بصح نستغلوا الموارد تاعنا احسن استغلال، بمعنى انه كي يعود عندنا موارد نستغلوهم بطريقه صحيحه، ما نروحوش نطيشوا برك ولا نستغلوا مثال كيما الارض، ولا مثال تكون عندنا حنا قطعه ارض نخصوا مثال مساحه الغرس مثال الطماطم، مساحه الغرس البطاطا، مساحه الغرس مثال الخس، مثال وهكذا. ما نروحش انايا نخلط الدنيا في بعضها. هذه هي وش معناته ان نستغلوا استغلال امثل، لانه كي انا راح نغرس مثال بطاطا غير المساحه هذه، راح تبقى لي المساحه الاخرى راح ندير فيها مثال خضره اخرى، بصح كون نستغل كامله هذه كنديرها مثال بطاطا، ما تبقى ليش المساحه انه نروح نغرس كاش خضر ولا فواكه اخرى. هذه هي الاستغلال الامثل، انه الموارد اللي عندنا سواء طبيعيه سواء اقتصاديه، ام عندنا عده موارد من بعد نتعرفوا عليهم وش هم الانواع تاع الموارد. لازم كل مورد يكون عنده مهمه، ما نديروش مهمات تاع الموارد الاخرى. نقدر نقولوا عليه انه ايضا هو العلم الاجتماعي الذي يدرس ما هو مشاهد في الحياة الواقعية. بمعنى هذا عبارة عن علم اجتماعي. له علم اجتماعي لانه يدرس سلوك الافراد، والافراد رم بطبيعتهم عبارة عن مجتمع ولا عبارة عن اجتماعي، عباد أفراد. يدرس ما هو مشاهد في الحياة الواقعية، تما وش قاعدين نشوفوا في الحياة الواقعية تاعنا، في الحياة الصحيحة تاعنا، الحياة الواقعية، من ندرة نسبية في الموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للفرد والمجتمع. حنايا الموارد تاعنا سواء اقتصادية سواء طبيعية، أي نوع من الموارد راهي عندنا ندرة نسبية، راهي ماشي موارد متجددة، راهي موارد بغض النظر عن الموارد الأخرى. نحكيو على الموارد اللي عندها ندرة نسبية لأنه قليلة، تسمى راح يجي نهار وراح تفض، تسمى ما تبقاش تجدلنا أشكفة، راح يجي نهار وراح تفض. بصح الإشباع تاع الحاجات تاع الأفراد راهي تتزايد كل يوم. نتايا مثال بين دقيقة وأختها تلقى روحك مثال في الدقيقة هذه راك محتاج الحاجة، بعد دقيقة ولا بعد 2 دقائق تلقى روحك محتاج الحاجة أخرى. وذي فطرة طبيعية في الإنسان، تسمى من اللي خلقه هو عنده حاجات متزايدة في الحياة. مثال نتوما دخلت لابورس، تقول مثال كي تدخل لابورس مثال حنشري كذا وحنشري كذا وحنشري كذا، كي سمعنا مثال بالزيادات اللي راح يزيدوها في لابورس، الزيادات هذيك مالقري على بالي باللي قليله، بغض النظر على قليله ولا ماشي بزاف، مهم كاينه زياده، الزياده ذيك تولي تقول ندير بها حاجه اخرى، نزيد نلبي حاجتي اخرى. بمعنى الحاجه تاعنا حنايا راهي متزايده
وراهي متعددة وغير متناهية. تعرفوا كلمة ما لا نهاية اللي كنا نقراوها في الرياضيات هكاك. الحاجات تاعنا والرغبات تاع الإنسان راهي حاجات متعددة غير متناهية. واستخدام الموارد من أجل تحقيق أقصى إشباع للحاجات والرغبات المتعددة للفرد والمجتمع اللي كنت شرحتها برك. عندنا كعنصر ثاني اللي هو أهداف علم الاقتصاد. وش نقصدو؟ والله علم الاقتصاد هذايا الوهي هدف الحد من المشكلات الاقتصادية ومعالجتها، بما أنه احنا قلنا راهو الاعتدال في السلوك، بعناته باللي راح يعالج لنا المشاكل الاقتصادية اللي كنت قلتها لكم قبل، اللي هي البطالة، التضخم، الركود وما إلى ذلك. عندنا استخدام الموارد الاقتصادية أحسن وأمثل استخدام. هنايا مخصينها غير الموارد الاقتصادية كم هو علم الاقتصاد. استخدام الموارد الاقتصادية اللي كنت نقولكم عليها قبل، اللي هي مثال الأرض، رأس المال، هذوم الحوايج الموارد الاقتصادية نكونوا ولا نستخدموهم أحسن وأمثل استخدام، ما نكونوش نطيشوا برك، لأنه التطياش هذاك من بعد راهي تولي عينينا بتكلفة وتولي في المؤسسة ذيك تولي عكاين خسارة. لأنه حنايا في الاقتصاد راهي كل حاجة عبارة عن تكلفة، أي مجرد هدرت كلمة كش ما هدرت كلمة راهي عبارة عن تكلفة، تسمى كلش رانا نخلصوا عليه سوارد. حنايا ماذا بينا هذوك السوارد اللي راح نخلصوهم في الباطل وراح نديروهم في حاجة زايدة نقتصدوهم ونديروهم في حاجة أفضل من اللي كنا راح نديرو فيها. عندنا هدف ثالث اللي هو توزيع العادل للدخول في المجتمع وكيف يتم هذا التوزيع. بمعنى حنايا في كل شهر كاين الناس اللي تخدم عند الدولة راح كل شهر راح يديو الشهرية تاعهم ولا راح يديو الدخل تاعهم. هنا علم الاقتصاد جاء به يدير لنا التوزيع العادل، تسمى كل فرد يدي وش خدم، يدي الدخل تاعو على حساب واش خدم، مش راح يدي اكثر ومش راح يدي ناقص. كي راح يدي اكثر اكيد انا قلت لكم هذيك الزياده التصوير اللي تمدوها لاي شخص اكم تقولوا عادي، بصح راهي من بعد عندها تكلفه. مثال كما احنا نقولوا مثال كي تركب في البيس ولا مثال كي تروح تشري، والله يقول لك كي تقول له مثال تشري ومن بعد تبقى لك 500 تقول له خليها عندك، هذيك ما خليهاش عندك، هذيك من بعد كنت تتلم له هو، هذاك يقول خلي عندك وذاك خلي عندك وذاك خلي عندك وذاك خلي عندك، اي تولي دير له هو دير له حاجه هذيك ال 500 اللي نتوما حاسبينها حاجه، وانت ثاني نفس الشيء كي راح تخلي ال 500 وترجع ال 500 تاعك هذيك اي راح تدير لك حاجه. ما تقولوش اي 500 اي ما تدير حتى حاجه، ولا بصح اي كل قطعه نقديه مهم، كل صوارد راهي عندها قيمه وعندها معنى. هذه كي هضرنا على التوزيع العادل للدخول. عندنا تحقيق التقدم والتنميه الاقتصاديه من خلال زياده الدخل القومي. راح اكيد كي يكون كاين توزيع عادل في الدخول وراح نستغلوا الموارد وراح نحلوا المشاكل الاقتصاديه، راح نحققوا التقدم والتنميه الاقتصاديه في الدوله ذيك ونعالجوا المشاكل الاقتصاديه اللي كما كنت نهضر فيها قبل. عندنا تحقيق الرفاهيه للمجتمع. الرفاهيه ذي قادره تكون اقتصاديه وقادره تكون اجتماعيه. وكهدف أخير اللي هو يساعد الأفراد على إدارة أعمالهم التجارية والسيطرة على أموالهم الشخصية بتزويدهم بقواعد تجنبهم عواقب سوء التسيير. بمعنى هنا علم الاقتصاد يساعد الأفراد كيفاه يديروا ولا يسيروا الأعمال تاعهم التجارية ويقدروا يسيطروا على الأموال الشخصية تاعهم. بمعنى الأموال انت مثال كي راح تدخلك الشهرية تقدر تقسمها، مثال هذا الجزء هاني وش راح ندير به، مثال نخلص به التريسيتي والانترنت والغاز، هذا الجزء راح نخليه المواد الغذائية، هذا الجزء راح نخليه الملابس، هذا الجزء راح نخليه مثال للأدوية هنايا راح يخليك انك تسيطر على الاموال تاعك، تما ما تخلطش كيما نقولوا حنايا شعبان في رمضان، تما ماشي تدي سوارد من هذه الجهه وتدي سوارد من هذه الجهه ومن بعد تخلط كلش في بعضها. عندنا هذه اضافه فقط الكبير للتعريف اللي كنا اللي هضرناه. هنايا ادم سميث هو من اكبر رواد، نقدر نقوله هو من أول وأكبر رواد تاع علم الاقتصاد. هنايا قالك اللي هو العلم الذي يدرس الكيفية التي تمكن الأمة من الحصول على الثروة ووسائل تنميتها. بمعنى هنا الثروة أصلا وش نقصدوا بها، اللي هي يحل مشاكل اقتصادية، وراني درتها لكم هنا علم الثورة وعلم الندرة، لأنه الاقتصاد ولا علم الاقتصاد راهو متخصص بزوج حوايج اللي هي علم الثروة وعلم الندرة.
علم الثروة هنايا أنه يحللنا المشاكل الاقتصادية، وأيضا يكون محدودية الموارد وعدم محدودية الحاجات الفردية للمجتمع، اللي هي كما كنت نقول لكم قبيل عليها، اللي هي الموارد تاعنا راهي متناهية، اللي هي كاينه فيها ندرة نسبية بارابور للحاجات تاعنا اللي هي غير متناهية. من بعد هذايا اصلا علم الاقتصاد قلت لكم هو فيه زوج مصطلحين، اللي هو علم الثروة وعلم الندرة. وش نقصدوا بعلم الثروة؟ علم الثروة انه يبين لنا كيف توزع وتستهلك الثروات، حيث ان الثروة الغاية من كل نشاط اقتصادي. الأنشطة الاقتصادية اللي هي نعرفوها أنه إنتاج، توزيع، استهلاك، استثمار وما إلى ذلك. هنايا الثروة هي تبين لنا أنه كيفاه نوزعوا ونستهلكوا الثروات تاعنا. بمعنى أنه انتم مثال كأي فرد يقوم كمثال أي فرد يقوم بنشاط اقتصادي ولا بجهد اقتصادي ولا بعملية اقتصادية، أكيد في الأخير راح يتحصل على دخل، راح يتحصل على شهرية. الدخل ذاك بالنسبة لي هو تعتبر ثروة، بالنسبة للشخص ذاك تعتبر ثروة. احنا كيما كنا نقولوا بكري انه الثروة عبارة عن نقولوا معدن ثمين ولا حاجة كيما، بمعنى آخر تسمى بها نفهمها لكم انه الثروة ذي اي حاجة عندها قيمة بالنسبة للفرد. تسمى كيما كنت نقول لكم انه اي فرد عنده والله كي يخدم خدمة ولا أي عملية اقتصادية ولا أي نشاط اقتصادي، راهو في الأخير حيتحصل الدخل على دخل. الشهرية ذيك ولا الدخل ذاك بالنسبة لي هو راي ثروة، لأنه قدم عمل وفي الأخير راح ينال. لأنه احنا نقولوا في الاقتصاد لا، ما كانش عمل دون مقابل، لازم العمل بالمقابل. انت تخدم خدمة راح تتحصل في الأخير على المقابل تاعها، ماكش تخدم هكاك لله في سبيل الله. أما العلم الثاني اللي هو علم الندرة، اللي هو يدرس سلوك الإنساني، اللي كما كنت نقول لكم اللي هو عبارة عن علم ولا يدرس العلم الاجتماعي اللي كما نهضروا عليها قبيل. اللي هنايا هو يدرس سلوك الإنساني اللي هو علاقة بين الغايات والوسائل النادرة. وش نقصد بها؟ أنه يمتاز الإنسان بحاجته المتعددة ومتزايدة باستمرار. كما كنت نقول لكم أنا أنه الإنسان عنده حاجات ورغبات غير متناهية، راهي تزيد بين دقيقة وقتها قاعدة تزيد، أو كل فرد راهي الحاجات تاعو متزايدة باستمرار مقارنة بالموارد اللي عندنا في الدولة هذيك ولا حتى في العالم. الموارد هذيك راهي ناقصة، راهي نادرة، لأنه الندرة هذيك في المواد أي مشي راح تلبي الحاجات تاع كل أفراد. وزيدون بلوس الفرد قدر تكون عنده 1000 حاجة، يكون مثال عنده 1000 حاجة حابها، ما تصلحش انه ولا ما نقدروش انه الموارد هذيك تلبي مثال الشخص هذا 1000 حاجه، الشخص الاخر مثال 2000 حاجه، الشخص الاخر مثال 3000 حاجه، والحاجات هذه تختلف. اي ماشي كاينه حاجه مشتركه بين الناس كل، راهو كل شخص وش راهو يحوس ولا وش هي الحاجه ولا وين وش يحتاج. بمعنى اخر لانه هذه الحاجه ذي تاع الحاجات الانسان راهي فطره من عند ربي سبحانه. تسمى العبد كيما خلق بعد مثال شبع من هذه تلقاه يزيد يحوس على حاجه اخرى، شبع من هذه تلقاه يزيد يحوس على حاجه اخرى، وهكذا وهكذا وهكذا. انه نقدر نقولوا انه كل ما تزداد الثروة اللي هو يزداد الدخل اللي كنت نقول لكم عليه قبيل، راح تتزاد الحاجة اللي هي المثال اللي كما قلت لكم قبيل. لأنه عندكم مثال تدخل لابورس، مثال قلت راح نشري بها كذا وكذا وكذا، كي سمعتوا بالزيادة وراح يزيدوكم، وكي تشوفوا زيادة باللي راهي زادت، هذيك الزيادة راح تقول ندير بها حاجة أخرى. هنا ديجا بعد باللي كانت عندك حاجة واحدة راح تولي عندك زوز حاجات، وهكذا. عندنا العنصر الثالث اللي هو أدوات التحليل الاقتصادي. أدوات التحليل الاقتصادي عندنا التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي. الكلي كما نعرفوه حاجة عامة، حاجة كبيرة، اللي هو هنا يدرس المتغيرات الاقتصادية الكلية ويتجاهل الوحدات الفردية. الكلية معناته على مستوى الدولة ككل، تسمى الدولة كاملة. هذه عبارة يدرس المتغيرات الاقتصادية اللي فيها كل، اللي هي البطالة، التضخم، سياسة المالية، سياسة النقدية. بصح الجزئي شتو الكلية ذاك جزء منها وش نقدر نقولوا عليه؟ نقدر نقولوا عليها أفراد، نقدر نقولوا عليها مؤسسات، نقدر نقولوا عليها شركات، نقدر نقولوا عليها مصانع و
بمعنى الكلي يدير لنا الدولة كاملة، والجزئي حاجة منها. الحاجة منها هذيك اللي هي أفراد، مؤسسات، شركات، مصانع، أسواق و اللي هي هنايا الجزء التحليل الاقتصادي الجزئي اللي هو يدرس سلوك المستهلكين المنتجين اللي هم عبارة عن أفراد يتعاملوا مع الأسر والمؤسسات. كيف؟ هنايا كمثال قلت لكم انه الطريقه اللي توزع فيها الاسره الدخل تاعها بين الانفاق على مختلف السلع والخدمات. بمعنى رب اسره ولا الاسره كي راح يجيه الدخل، اكيد الدخل هذاك راح ينفقوا على سلع وخدمات. السلع والخدمات هذيك يقسمهم، مثال جزء الكذا جزء الكذا جزء الكذا. بمعنى الجزء انه يكون جزء من الكل. كان قريته في العربيه بكري كي قرينا البدل، كنا نقولوا جزء من الكل اللي هي كلي، اللي هي دولة كاملة، والجزئي اللي هي جزء من الدولة اللي هي عبارة عن أفراد ولا مؤسسات اقتصادية ولا مصانع ولا شركات وما إلى ذلك. عندنا العنصر الأخير اللي هو منهج العلم الاقتصاد. المنهج هنا نقصد به انه الطريقه ولا الاسلوب ولا الكيفيه اللي يستعملها علم الاقتصاد. عندنا نوعين، عندنا المنهج الاستنباطي وعندنا المنهج الاستقرائي. المنهج الاستنباطي كما نقولوا حنايا استنباط، اللي هي استنتاج، نستنتجو. كيف نستنتجو؟ انه يقوم على اساس التجريد، أي تجريد الظاهرة المدروسة من العوامل المؤثرة فيها. عندنا ظاهرة راح نقصوا منها ولا راح نحيو منها العوامل المؤثرة فيها، ونقولوا يعتمد على الأحكام الكلية به نوصلوا للأحكام الجزئية. بمعنى هنا أنه نقولوا عليه أنه ينتقل من العام به يوصل للخاص. كيف؟ أنه مثال ظاهرة عامة، ظاهرة عامة راح ينقص منها ولا راح يجرد منها العوامل المؤثرة فيها به يوصل للحوايج الجزئية تاعها هي، اللي هي أنا كنت نقولكم هنايا الانتقال من العام إلى الخاص. نقدر نقول عليه بمعنى آخر اللي هو يبدأ من النظريات العامة اللي هي الحوايج الكبيرة، ومن بعد يطبقها على بعض الأمور به يوصل للاستنتاجات صغيرة اللي هي يوصل للأحكام الجزئية تاعنا. هنايا نقدر نقول عليه أنه منهج نظري فقط، تم غير يشوف برك تاع استنتاج فقط، مش راح يطبق. أما بالنسبة للمنهج الاستقرائي، المنهج الاستقرائي اللي هو التجريبي والواقعي، تسمى حاجة واقعية. كيف هذه؟ أنه يقوم على أساس مراقبة وتحليل الوقائع بتفاصيلها للوصول إلى نتائج عامة. هنايا العكس تاعها، هنايا راح يبدأ من حاجة صغيرة ومن بعد يروح يعممها على حاجة كبيرة. كيما كان توصلوا إن شاء الله للماستر، كي راح نديروا مثال في الميموار تاعنا، نديروا عبارة عن استبيان. الاستبيان هذايا مثال راح نديو عينة، كما مثال قاعدين تقرأ، نهضر لكم على العينة مادامكم قاعدين تقراو في مجال الإحصاء. مثال أنا راح ندير دراسة على عينة فيها مثال 1000 شخص، عينة فيها 1000 شخص. أنا مانيش ندي 1000 شخص هذوما كامل وراح نروح ندير عليهم التجربة، راح ندي جزء منهم اللي هما مثال 10 عباد ولا 20 عبد ولا 30 عبد، كي ندرسهم هما ونشوف النتائج تاعهم نروح نعممهم على 1000 تاعي كاملة، على العينة تاعي كاملة. هكاكا اللي هو الاستقراء، اللي هو هنا ينتقل انتقال من الخاص إلى العام، اللي هنا يبدأ من دراسة الحالات الجزئية ومن بعد يعممها على النتائج الكبيرة به يوصل في الأخير إلى قوانين ونظريات عامة. تسمى العكس تاعها، هنا قلت لكم يبدأ بحاجة صغيرة ومن بعد يعممها على الحاجة الكبيرة، وهنا العكس، هنا يبدأ بالحاجة الكبيرة ومن بعد ينقص منها به يوصل لحاجة صغيرة. في الأخير راح درت لكم وش هو الأسئلة المتوقعة في المحاضرة هذه، في المحاضرة فقط ماشي في جميع المقياس، في المقياس كل. عندنا كسؤال أول اللي هو لماذا يعتبر علم الاقتصاد علم اجتماعي؟ وذا توقعوه نقولوا 90% ولا 80%، لأنه احنا في التعريف قبيل كي عرفناه هو قادر ما يقولكش عرف لي علم الاقتصاد، بصح يقولك علاه قلناه باللي علم اجتماعي.
علم اجتماعي لأنه يدرس سلوك الأفراد والظواهر الاقتصادية من منظور المستهلك وكيفية تلبية حاجاته ورغباته. بمعنى هنا يدرس لنا سلوك الأفراد كمستهلكين، ثم هما اللي قاعدين يطلبوا كطلب، يطلبوا في المنتج الفلاني. ومن جهة أخرى أيضا يدرس عملية الإنتاج للأفراد اللي هي عبارة عن عرض. كي راح الفرد يحتاج مثال الحاجة هذيك يسمى طالب، بصح كي راح يعرض المنتج هذاك يسمى عارض، اللي هو نقولوا عليها العرض. هنايا وكاستخلاص انه نقولوا عليه انه علم الاقتصاد يدرس من الفرد المستهلك الى الفرد المنتج. بمعنى كلمة اجتماعي معناتها يدرس موارد بشرية، اشخاص، افراد، ثم عباد، بشر، اللي هي من الفرد المستهلك الى الفرد المنتج، اللي هي من الطلب الى العرض، اللي كما كنت نقول لكم عليها. قادر يقول لكم اذكروا لي ابرز رواد علم الاقتصاد، ولا يجيبوها لكم في صحيح وخطأ، ولا يجيبوها لكم في QCM، لانه مش قادر يقول لك اذكر ابرز رواد الاقتصاد، مي قادر يقول لكم يجيب لكم عده رواد ويقول لك قولي اسكو صحيحه ولا خطا، ولا يجيبها لكم في QCM. يقول لكم هنا ابرز رواد علم الاقتصاد اللي هو ادم سميث، اللي قلت لكم هو اكبر رواد. عندنا ميلتون فريدمان اللي هو درنا التعريف تاعو قبيل، وين درناه؟ درنا التعريف تاعو هنا قبيل. عندنا جون ستيوارت ميل، وعندنا ألفريد مارشال. هذه انتوما اللي نقدروا نقولوا انكم تقدروا اللي قراوكم عليهم ولا عندكم اطلاع عليه، لانه مكاينين بزاف رواد علم الاقتصاد. انا شتيت نديلكم المهم في المحاضرات تاعكم. قادر يقول لكم ثاني وش هو الفرق بين التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي، اللي هو قبيل كنت نقول لكم عليه. الكلي على مستوى دولة كاملة، والجزئي على مستوى الفرد ولا المؤسسات ولا الشركات ولا الأسواق ولا حوايج صغيرة. وقادر يقول لكم ثاني علم الاقتصاد يقصد به علم الندرة. ماذا نعني؟ والله علم الاقتصاد يعتبر علم الثروة. وش نقصد بها؟ راني شرحتها لكم قبيل هنايا بالتفصيل الممل. ان شاء الله تكونوا عجبتكم لا فيديو وكانت خفيفة عليكم. بإذن الله نلتقي في فيديو آخر غدا بإذن الله في نفس التوقيت. وما دركا نقول لكم في الأخير إلى اللقاء وفي أمان الله.